فورا بمعنى كلمة فورا. الخارجية الأمريكية طلعت بيان عاجل وطلبت من كل مواطنيها في 14 دولة في الشرق الأوسط إنهم يغادروا ومن غير أي تردد. كل دول الخليج، الأردن، مصر، وحتى الأراضي المحتلة. وده مؤشر خطير جدا على إن الصراع داخل على مرحلة أخطر بكتير. ليه؟ بيقول المحلل السياسي عبده فايد ببساطة لأن أمريكا شايفة إن إيران ممكن تستهدف كل وجود أمريكي عسكري أو مدني في أي حتة في الشرق الأوسط. لا، الموضوع مش بس بوارج في الخليج ولا قواعد عسكرية ولا صواريخ رايحة على منشآت أمريكية. أمريكا فاهمة السلوك الإيراني كويس جدا وعارفة إن طهران وقت اليأس الحقيقي بتفتح كل الملفات. يعني إيه؟ يعني ممكن يتم تفعيل خلايا نايمة لاستهداف المستثمرين الأمريكيين والسياح والمدنيين الغربيين، ومش مجرد استهداف لكن كمان الخطف. اللي يعرف تاريخ إيران في الحروب يعرف إن عندها سلاح أخطر من الصواريخ، سلاح اسمه خطف الأجانب. في الحرب الأهلية اللبنانية إيران قدرت تأسر 121 مواطن غربي عن طريق حزب الله في جنوب لبنان، واستخدمتهم كورقة ضغط سياسية ضخمة جدا. منهم مثلا ويليام فرانسيس باكلي رئيس محطة CIA في بيروت، اتخطف وتعذب وصوره اتنشرت بعدها وهو في حالة مأساوية قدام الصحافة اللبنانية. لكن القصة ما وقفتش هنا، إيران وصلت لمرحلة أخطر، استهداف قيادات عسكرية أمريكية بنفسها. العقيد الأمريكي ويليام هيجنز اللي كان ضمن قوات حفظ السلام في لبنان كان ماشي بلبس مدني في الشارع لكنه كان مرصود، اتخطف واتحجز 1.5 سنة كاملة، وبعدها اتنشرت صورته وهو مقتول ومتعلق من رقبته. أما القصة الأشهر الصحفي الأمريكي تيري أندرسون اللي فضل أسير 5 سنين كاملة. الموضوع ما كانش لبنان بس، إيران استخدمت الرهاين عشان تكسب سياسيا واقتصاديا، لدرجة إنها نقلت بعض الأسرى لطهران نفسها ودخلت بيهم مفاوضات سياسية أوروبية. وبصفقة شهيرة وقت انتخابات فرنسا بين جاك شيراك وفرانسوا ميتران، إيران حصلت على $1 مليار مقابل تأخير الإفراج عن رهاين، وكان المشرف على الصفقة الجنرال محسن رفيق دوست. أمريكا مش بتتحرك من فراغ، هي مش خايفة بس من صاروخ ولا مسيرة، هي عارفة إن الحرب لما تفتح بجد كل الخيارات بتبقى مباحة. تصعيد في لبنان، إغلاق مضيق هرمز، مسيرات، صواريخ فوق سما المنطقة، وأسوأ احتمال خطف مواطنين غربيين واستخدامهم كورقة ضغط. الحرب دي ممكن تكون بدأت فعلا لكن بشكل غير معلن، وأمريكا أول دولة فهمت إن الشرق الأوسط كله بقى على حافة انفجار شامل، عشان كده بتخرج رعاياها الأول لأنها عارفة إن القادم ممكن يطول أي حد. المنطقة دلوقتي واقفة على لحظة فاصلة، مش سؤال مين هيضرب الأول، السؤال الحقيقي مين هيدفع الثمن لما النار تولع بالكامل. لأن لما الدول العظمى تبدأ تسحب مواطنيها يبقى الخطر خلاص وصل للباب.